النادي الأهلي يفوز على نادي فاركو في كأس الرابطة أو كأس عاصمة مصر بنتيجة 4-1. أحرز الأهداف هاتريك لحسين الشحات، هدف أول وتاني ورابع لحسين الشحات، وهدف تالت لجراديشار. مع الرغم إن جراديشار جاب هدف رابع كان هيبقى المفروض هو الهدف الرابع، بس اتلغى بداعي التسلل. بعدها على طول بمفيش كام دقيقة يحرز حسين الشحات الهدف الرابع للنادي الأهلي والثالث له في المباراة. وحاليا يا جماعة الخير شغالة مباراة الجزائر نيجيريا والجزائر، أو الجزائر ونيجيريا، يعني مش هتفرق كتير. عايز أقول لكم إن نيجيريا واخدة الجزائر ورا مصنع الكراسي حرفيا. مش هو ده منتخب الجزائر اللي احنا نعرفه أبدا أبدا. مش هو ده منتخب الجزائر على الإطلاق. حرفيا انا مش قادر استوعب لحد دلوقتي ان ده منتخب الجزائر وده لعب منتخب الجزائر وده اداء منتخب الجزائر. حرفيا مفيش. نيجيريا مسيطرة على مجريات المباراة، الجزائر مش عارفة تعمل حاجة. هدف اول في هدف تاني، هدفين بأمانة الله احلى من بعض. فللأمانة بالأداء اللي أنا شايفه وبالمنظر اللي أنا شايفه ده، منتخب الجزائر باي باي. لان منتخب الجزائر ما يعني دلوقتي الدقيقه 76، الكوره ملهاش كبير، كره القدم ملهاش كبير، وممكن الربع ساعه دي يحصل فيها كتير، ولسه في وقت اضافي وفي بلاوي سودا. بس اللي انا شايفه في ارض الملعب من اداء لمنتخب الجزائر ما يسرش عدو ولا حبيب. يعني اداء ما يديكش حتى ان هم هيجيبوا جون لحفظ ماء الوجه. اداء ما يدكش ايحاء ان هم هيجيبوا جون حفظ ماء وجه. انت فاهمني؟ انت فاهم انا بتكلم ازاي؟ فمن دلوقتي انا بقول لك 2-0 لمنتخب نيجيريا. دخلنا في الدقيقه 77، متبقي 13 دقيقه غير الوقت البدل الضائع. اداء ما يبشرش خالص. النتيجه تقريبا هتفضل كده، او ممكن كمان منتخب نيجيريا يحرز الهدف الثالث. بس فكره ان الجزائر تجيب جون، الاداء ده ما يوحيش لانهم هيجيبوا جون خالص. الاداء ده ما يوحيش ان هم هيجيبوا جون. شفت الجمهور بيعمل ازاي؟ بيعمل للحكم كده، اللي هو متقبض، يعني عايزين يقولوا ان الماتش متباع. جمهور الجزائر، الكاميرا جت على واحد من مشجعي نادي الجزائر دلوقتي، منتخب الجزائر دلوقتي بيعمل بايده كل الاتنين كده، اللي هو عايز يوصل رساله للدنيا كلها ان الماتش متباع. طب هيتباع لمين؟ لمصلحه مين؟ ده نيجيريا، انتوا بتلعبوا نيجيريا ما بتلعبوش المغرب. انت عارف لو بيلعبوا المغرب والمباراه في المغرب كنت اقول ماشي، ممكن يكون هم فهموها كده، فهموا ان الماتش متباع لمنتخب المغرب بما انهم بيلعبوا في دولة المغرب والكلام ده. بس انتوا بتلعبوا نيجيريا يا ابني، انتوا بتلعبوا نيجيريا. انا مش انا بقول لك انا عن نفسي مش مستوعب ان ده منتخب نيجيريا، منتخب الجزائر خالص. مش اداء منتخب الجزائر ده. ده يعني منتخب الجزائر من المنتخبات المرشحة للبطولة دي. اهو، اهو التالت هيجي، اهو التالت هيجي اهو. الدفاع صدها. نيجيريا هتجيب التالت والله. فهارد لك، هارد لك يا جماعه، بامانه الله، بامانه الله، هارد لك لمنتخب الجزائر والشعب الجزائري الشقيق. هارد لك فعلا حرفيا. الخروج من دور الثمانيه امام نيجيريا. ومبروك طبعا لنيجيريا وشعب نيجيريا ومنتخب نيجيريا. اداء جميل، اهداف اجمل من هدفين اجمل من بعض، ولسه المباراه فيها ممكن يجيبوا الثالث. اهم حاجه منتخبنا بقى الوطني الجميل، ربنا يكملها على خير النهارده امام كوتيفوار. ابوس ايديكوا يا رجاله، خلصوا الماتش ده في التسعين دقيقه. بالله عليكم خلصوا المباراه دي في التسعين دقيقه، بلاش نوصل ل 120 دقيقه. انت السنغال مستنياك، لو عديت من كوتيفوار انت السنغال مستنياك، فبلاش نوصل 120 دقيقه. مش عايزين اجهاد اكتر ما انتم مجهدين. فالماتش لازم أن يخلص في 90 دقيقه. لو تعرفوا تخلصوه في الشوط الاول خلصوه في الشوط الاول. بتكلم جد والله وبامانه. يا رب، يا رب ربنا ينصر منتخب مصر ان شاء الله النهارده او بعد شويه على منتخب كوتيفوار. وهارد لك يا جماعه بجد لمنتخب الجزائر والشعب الجزائري الشقيق. مبروك لمنتخب نيجيريا، مبروك للمنتخبات اللي اتاهلت، المغرب والسنغال، ولحد دلوقتي على الورق نيجيريا. ويا رب عقبال ما كمان ساعتين كده ثلاثه نقول مصر مع اللي اتاهلوا لنصف النهائي ان شاء الله.
ف ربنا يستر على منتخب مصر ان شاء الله. لو وصلت لحد اللقطه دي من الفيديو او لحد البوينت دي من الفيديو، تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب يا عالي انصر منتخبنا، منتخب مصر الغالي.